مساء الخير أعزائي المشاهدين. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج الحكاية فيها إيه. النهاردة فقرتنا هنتكلم فيها على واقعة حصلت النهاردة في مدينة المحلة الكبرى. النهاردة صحينا حوالي الساعة 10 الصبح على واقعة غريبة. واقعة بتقول إن في عامل عنده حوالي 17 سنة شغال في مجال المعمار، وهو شغال في سيخ حديد وقع عليه. من هنا كانت المفاجأة. الناس اتلموا عليه، اتصلوا بالإسعاف لأول مرة. الحمد لله الإسعاف جات بسرعة. جم يشوفوا المريض، السيخ كبير، ارتفاعه ضخم، هيدخلوه ازاي عربية الإسعاف؟ من هنا واحد فيهم اقترح اقتراح: يلا يا جماعة نقص سيخ الحديد. وبالفعل المنشار موجود أو الصاروخ كان موجود معاهم، وقطعوا سيخ الحديد. نقلوا المصاب للمستشفى العام. المستشفى العام في مدينة المحلة كانت بين أمرين: نسيب المريض ونشتغل معاه، ولا نوديه جامعة طنطا. مدير قسم الطوارئ كان ليه وجهة نظر تانية. احنا النهاردة اجازة، اتصل بالاطباء: يلا يا جماعة تعالوا، ما عندنا موضوع كبير لازم كلنا نجتمع ونحاول نشوف له حل علشان روح المريض. الاطباء جم بدأوا يحطوا خطة الشغل، بس هنا كان في مشكلة: السيخ الحديد اخترق أجزاء كتيرة من الجسم، دخل من الجنب وصل إلى حتة خطر. الدكاترة: هنعمل عملية؟ لا، مش هنعمل عملية. بالفعل وصلوا لقرار نهائي، وهو هنعمل عملية. طب سيخ الحديد اللي موجود ده سبحان الله دخل بطريقة معينة، لما تيجي تطلعه ممكن تقطع أوردة أو تقطع شرايين من جوه الجسم. فهنا كانت الخطورة، لازم نشيله بطريقة معينة. بجد أنا سعيد النهاردة على الإنجاز اللي تم في مستشفى المحل العام. النهاردة بجد الدكاترة قاموا بدورهم الصحيح. احنا قبل كده اتكلمنا على فساد في مستشفيات كتير، والنهاردة كان لازم نتكلم على إيجابية مستشفى المحل العام. لما يبقى فيه أطباء عندهم ضمير لازم نتكلم في الموضوع. الموضوع بجد كارثي. واحد سيخ بطول 10 متر ينزل من ارتفاع الدور العاشر ويستقر في جسمه. سيخ كبير على ارتفاع كبير ينزل يرشق في عامل. الموضوع كان صعب، بس الحمد لله الفريق الطبي نجح انه يخرج السيخ من العامل. اعزائي المشاهدين، نلتقي الاسبوع القادم على خير ان شاء الله.